والآن نكمل. تحدثنا عن كيف نجد كسر مكافئ بالضرب لكسر معلوم. نجد كسر مكافئ عن طريق ضرب البسط والمقام بالعدد نفسه. أكمل النمط. نصف ضرب البسط والمقام بالعدد 2. النمط اللي بعده ضارب النصف بالعدد 3. إذا تكملة النمط رح أنا أوجد كسر مكافئ للنصف، بضرب بالعدد 4 وكذلك بضرب بالعدد 5. ثلث أصبحت سدسان ثم 3 أتساع. فأنا بلاحظ إنه البسط بزيد والمقام بزيد، ولكن كيف؟ الواحد مضاعفها ل2 ثم مضاعفها 3، الثلاث إذا ضاعفتها 6، إذا ضاعفتها 9. معناه هو بيحكي عن كسر مكافئ بالضرب. فالثلث ضرب 2 سدسان، الثلث ضرب 3 أتساع. إذا ضرب 4 على 12، ضرب 5 على 15. إذا بالنمط الأول كان بيحكي عن الكسر المكافئ للنصف، بالنمط الثاني بيحكي عن الكسر المكافئ للثلث. والآن بعد أن تعرفنا إني أنا بجد كسر مكافئ بالضرب، بدنا نحل الأمثلة اللي أمامنا. بالضرب إني أنا دائما كسر مكافئ بالضرب بضرب البسط والمقام بالعدد نفسه. فعنا أول كسر 5 أتساع. 5 أتساع أنت بتختار بأي عدد بدك تضربها. هل إحنا ضربناها بالعدد 2، البسط والمقام بالعدد نفسه. بلاحظ فالخمسة ضرب 2 بتساوي 10، 9 ضرب 2 بتساوي 18. إذا إحنا بنضرب كل من البسط والمقام بنفس العدد، وهي ما بتكون الإجابة بس في عنا عدد لا نهائي من الإجابات، لأنه الأعداد ما بتنتهي. إذا بدك تضرب ب100 بتضرب، بدك تضرب ب1000 بتضرب ب50، بتضرب شو ما أنت بتحب. 5 أسداس ضربنا إحنا ال5 أسداس البسط والمقام بالعدد 3، لأنه بالعدد نفسه كان بيساوي 15 على 18. 13 ضربنا البسط والمقام بالعدد 4، فأصبح بيساوي 12 على 40. فأنا بلاحظ إنه كسر مكافئ بالضرب، خلاص أنا عرفت الفكرة والقاعدة إني أنا بضرب البسط والمقام بالعدد نفسه. والآن يوجد طريقة أخرى لإيجاد الكسر المكافئ، وهي الكسر المكافئ بالقسمة، أي إنه أنا أضرب البسط والمقام بالعدد نفسه. فالكسر المكافئ أنا بقدر أوجده بطريقتين، يا إما بطريقة الضرب إني أنا أضرب البسط والمقام بالعدد نفسه، يا إما بالقسمة إني أنا أقسم البسط والمقام على العدد نفسه. والآن حتى نتعرف على طريقة إيجاد كسر مكافئ بالقسمة، هيا بنا نتمعن الأشكال الآتية. بنلاحظ الشكل الأول، ما الكسر اللي بعبر عنه أو اللي بيمثل الشكل الأول؟ الأربعة أثمان. الشكل الثاني، ما الكسر الذي يمثله الشكل الثاني؟ هو النصف. إذا من خلال النظر للشكلين أنا بلاحظ إنه المنطقة المظللة بالشكل ألف هي نفسها المنطقة المظللة بالشكل باء. إذا هم الكسرين الأربعة أثمان والنصف متساويان، ولكن بالضرب إحنا لاحظنا إنه تم تقسيم الشكل إلى أقسام أكثر. بالقسمة بنلاحظ إنه هاي الأقسام تلاشت، يعني بدل ما النصف كان مش مقسم كان بيساوي نصف، هسه هين بنلاحظ إنه النصف مقسم ل4 أجزاء، هو نفس المساحة بس قسموه ل4 أجزاء من 8 أجزاء. بالشكل ده بنلاحظ إنه جزء من جزئين. إذا الكسر 4 أثمان هو نفسه الكسر نصف، ولكن هذول الكسرين بنحكي عنهم كسرين متكافئان أي متساويين. إذا بنلاحظ إنه قمنا بقسمة البسط كيف على العدد 4 والمقام على العدد 4، أصبح الناتج بيساوي نصف. إذا إحنا الأربعة أثمان كيف ساوت النصف؟ قسمنا إلى 4 البسط والمقام فأصبح بيساوي نصف. إذا أنا بقدر أحصل على كسر مكافئ بالقسمة إني أنا أقسم البسط والمقام على العدد نفسه. بنلاحظ إنه بالقسمة كان عدد أجزاء الشكل أكثر، فإحنا استثنينا هاي الأقسام وعبرنا عن نفس المساحة. كيف؟ إني أنا قسمت البسط والمقام على العدد 4 فرجع بيساوي نصف، على عكس الضرب كان يكون عنا نصف، فإحنا نصف نروح نقسم الأشكال أكثر، لأنه الضرب والقسم هي عمليتين متعاكستين.
فبنلاحظ إنه نقدر نوجد كسر مكافئ بالضرب وهي بضرب البسط والمقام بالعدد نفسه، أو كسر مكافئ بالقسمة وهي قسمة البسط والمقام بالعدد نفسه. ولكن بدي أنا أكون حذر باختيار إنه أنا كيف أقسم البسط والمقام على نفس العدد. بدي أنتبه إنه إذا البسط قبل يقسم على عدد المقام يقبل يقسم، وإذا المقام قبل البسط يقبل، فما بصير إنه يقبل على واحد وما يقبل على الثاني، لأنه لازم إني أنا أقسم البسط نفس العدد. والآن بننظر للأشكال اللي أمامنا، بنلاحظ إنهم تقريبا نفس المساحة، ولكن 6/12 كيف صارت بتساوي ربعين؟ فبسأل حالي 6 كيف صارت بتساوي 2 لما أنا أقسمها على 3؟ إذا كل 3 أجزاء من هنا بدي أستبعدهم بجزء واحد، بدي أدمجهم بجزء واحد، وكمان بضل عندي 3 أجزاء بدمجهم بجزء واحد. فالستة قسمناها على 3 والاثني عشر قسمناها على 3، فأصبحت بتساوي ربعين. وننتقل الشكل الثاني، ربعان أصبحت بتساوي نصف، فبنلاحظ إنه الجزئين أصبحوا جزء واحد. إذا كيف 2 صارت بتساوي واحد؟ قسمناها على 2، والأربعة قسمناها على 2 فأصبحت بتساوي نصف. إذا إحنا بنستنتج إنه يمكن الحصول على كسر يكافئ كسر معلوم، قسمة بسط الكسر المعلوم ومقامه على العدد نفسه. والآن بننتقل لنجد كسر مكافئ بالقسمة. الكسر الأول 15. بسأل نفسي ما هو العدد اللي بيقبل البسط والمقام القسمة عليه؟ بنلاحظ إنه العدد 5. 5 تقسيم 5 بتساوي 1، و10 تقسيم 5 بتساوي 2. إذا 15 يكافئ النصف. ننتقل للكسر اللي بعده، 12/20. بنفكر بعدد يقبل البسط والمقام القسمة عليه، بنلاحظ إنه بقسم على 2، بقسم على 4، فلذلك بختار يا إما الاثنين يا إما الأربعة وبقسم عليه. أنا اخترت أقسم على الأربعة فأصبح بيساوي 3/5. وبدنا ننتبه إنه إحنا بنقسم البسط والمقام على نفس العدد. جيب 20/30. نلاحظ إنه لأنه أصفار مضاعفات العشرة هو بقسم على 2 وبقسم على 5، بس أنا بريح حالي وبقسم على 10. 20 تقسيم 10 32 تقسيم 10 بتساوي 3. إذا 20/30 هو بكافئ الكسر ثلثين ولكن بالقسمة. ننتقل للسؤال 11. أوجد كسر مكافئ للكسر المعطى بطريقة القسمة. 16/26. بنلاحظ إنه هو بقسم على 2، فبنقسم على 2 نلاحظ إنه بيساوي 8/13. 28 تقسيم 49. بنلاحظ إنه بقسم على العدد 7، فقسمنا البسط والمقام على العدد 7 أصبح بيساوي 4/7. ولكن ماذا يحصل إذا كان عندي كسر ما بيقبل بسط ومقام ويقسم على أي عدد؟ في هاي الحالة أنا بدي أفكر عندي كسور بسطها ومقامها ما بيقبلوا يقسموا على أي عدد. فمن هنا ننتقل إلى مفهوم جديد، الكسر بأبسط صورة. الكسر بيكون بأبسط صورة إذا أنا ما قدرت أحصل على كسر مكافئ له بالقسمة. فمثلا ما أعطيني كسر ما بنقدر نحصل على كسر بكافئ له في القسمة. إحنا بنتعلم إنه دائما الكسر بيكون بأبسط صورة إذا ما استطعنا أن نوجد أي عدد يقبل القسمة عليه، لا البسط ولا المقام. الأمثلة اللي أمامكم 7/12. في عدد بالدنيا بقدر أقسمه على 7 وال12 ما عدا الواحد. الواحد ما بنعتبره عدد لأنه برجع نفسه، يضل 7/12. إذا لا يوجد. بنفكر 19/31. لا يوجد. 4/7 لا يوجد عدد يقبل البسط والمقام القسمة عليه. وكذلك 3/25 لا يوجد عدد بيقبل البسط والمقام إنه يقسم عليه. فبحكي لي اكتب مثالين على كسر بأبسط صورة. بختار عدد كسر بتكون من بسط ومقام ما بيقبلوا يقسموا على أي عدد. 3/5. وكذلك سبعان. بنفكر في عدد بيقبل البسط والمقام إنه يقسم عليه، ما في عدد، فيسمى الكسر في أبسط صورة. إذا تحدثنا عن الكسور المتكافئة. بقدر أوجد كسر مكافئ بطريقتين، يا إما بطريقة الضرب وهي إنه أنا أضرب البسط والمقام بالعدد نفسه،
أو بطريقة القسمة أقسم البسط والمقام على العدد نفسه. القسمة بدي أكون دقيق فيها إنه أختار عدد بيقبل يقسم على البسط والمقام. إذا لا يوجد عدد يقبل القسمة على البسط والمقام يسمى